اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا يا بنات بقى الصيام بدأ، تعالوا كده هنعمل كمية فول كويسة. الصيام بدأ وكل سنة وانتم طيبين. والسحور بقى كمان كده مهم نكون عندنا فول عشان خاطر السحور. مش عايزين نشيل هم لأي حاجة، ربنا يفرجها على الناس جميعا ان شاء الله. الدنيا بره بقت غالية وعايزين نعمل الحاجة في البيت عشان خاطر توفر معانا. طب عشان خاطر الفول يوفر معانا، هو غلي، هو كمان هنعمل ايه؟ هنضيف عليه شوية حاجات كده حلوين، هنحبشه تحبيشة محترمة وهيقطع معانا كمية حلوة. الكيلو فول هيعمل معانا بعون الله 2 كيلو فول. ازاي؟ هنشوف. تشوفوا بس كده شكل الفول وطبق الفول المحوج ده، طبق كده يعني من الاخر بصراحة، ولا مطاعم ولا اي حاجة. تعالوا الاول نبدأ كده نشوف هنعمل ايه في الفول لوحديه. نقعت كيلو الفول لوحديه كده، نقعته نقعيه ساعة ساعتين عادي مش مشكلة. وبعد كده حطيت حلة على النار، سبتها تسخن. طب ماشي، انا كده نقعت الفول لوحديه وحطيت حلة كبيرة على النار سبتها تسخن. نسيت اقول لكم ان الحلة دي انا ملياها مية كأني هعمل شوربة بالظبط. وهسيبها بقى، وتعالوا نشوف. معايا كوباية ونص قمح، كوباية ونص فول مدشوش. لو مش موجود القمح عادي، مش موجود الفول، بس احنا عايزين نضاعف الكمية. جربوا التحبيشة دي وهتدعولي. معايا كبشة او ربع كوباية عدس وزيهم رز. وخلاص على كده هقلبهم وهغسلهم كويس واجي نقعهم. تعالوا نشوف هنعمل ايه كمان. انا يا جماعة معايا حلتين، هسوي الفول على مرحلتين. معايا الحلة الكبيرة دي هنزل بها في الفول. هحط عليها ايه عشان خاطر ما يسودش؟ خلينا كده واحدة واحدة، امشوا معايا واحدة واحدة في الفيديو، صدقوني هتستفادوا وهتدعولي كمان وهتاكلوا احسن طبق فول. حطيت على الحلة، انا مالية حلة كبيرة سبتها تغلي. مهم جدا نحط الفول في مية سخنة. ونزلت بمعلقتين كبار زيت وليمونة عصرتها وحطيتها بقشرها. دول اللي مش هيخلوا الفول يسود تماما تماما. حطيت كمان نص معلقة كركم، نص معلقة صغيرة، اوعوا تحطوا معلقة كبيرة، نص معلقة صغيرة. طيب تعالوا بقى نشوف في الحلة التانية. الحلة التانية هي كمان حطيتها على النار بس صغيرة مش كبيرة. حطيتها على النار وخليتها تسخن. وجيت برضو حطيت فيها الخليط ده هيضاعف معانا الكمية. اسمعوا كلامي، مش عايزين تحطوا تكتفوا بالفول لوحدي ماشي، بس الكمية بتاعتنا مش هتزيد قوي. انما هنا التحبيشة دي مخلية الفول مميز بصراحة. حطيت على الحاجات اللي احنا حطيناها الاول، على البقوليات الاولانية، حطيت بصلاية صغيرة، طماطمية صغيرة، جزراية وسط، وقرن فلفل، وليمونة كمان. حطيت هنا نص ليمونة وشوية زيت. وهوديهم على النار. اول ما الحلة تغلي او تقلب كده زي ما بنقول، نيجي موطين عليها. هنا معايا الخليط الجميل ده استوى. هنعمل فيه ايه؟ انا هقول لكم على حاجة بقى هنا. لو انتوا عايزين الفول يكون حبيبات كده كاملة، يكون الفولة فولتها كده سليم، مش عايزين تضربوه من الاخر، هنضرب الخليط ده كويس كويس قوي. طب لو مش عايزين، لو عايزين الفول شايفين الفولة زي الزبدة والمية لونها عامل ازاي؟ ما انا قلتلكوا امشوا ورايا وهتستفادوا. بعد ما شفنا لون الفول الجميل والفولية زي الزبدة، هنعمل ايه؟ خلطنا الخليط اللي احنا عملناه الاول كويس، وهنزل بيه بقى على النار. طب ليه انا ما سويتهمش مع بعضهم من الاول؟ سؤال جميل. ليه ما سويتهمش؟ عشان خاطر انا لو حطيت كله مع بعضي كان الخليط ده اللي احنا عاملينه هيمتص المية بسرعة وهيخلي الفول يتشرب المية بسرعة. وما كانش هيستوي براحته. كنتوا هتحتاجوا تزودوا مية، هتحتاجوا تعروا على الفول كل شوية، هتحتاجوا ممكن كمان والله يشيط منكم. يعني هوريكم الحلة، قعر الحلة عامل ازاي. طيب انا وديتهم على النار، وديت الخليط على النار مع بعضي كده مع الفول، وسبتهم شوية وبعد كده طفيت لان الفول استوى والخليط استوى. وسبتهم يبردوا بقى شوية، بس ايه عشان خاطر عريت خلاص بقى على الحلة فوشها غمق. بس شايفين الفول سيبنا من الوش، انا كان ممكن اشيله بس انا مرضتش اشيله عشان اللي هيعمل معاه كده ما يقلقش. دي الطبقة اللي فوق، اللي هي اللي فوق من الهوا، إيه اسودت من الهوا. طيب انا ايه؟ هاخد بقى الخليط ده هاخده، هعمل ايه؟ لو انا محتاجة الفول يبقى سليم كده، هضرب الخليط قبل ما اضيفه على الفول كويس قوي قوي. انا ما عملتش كده، انا ضربته نص ضربة كده لاني كده كده
هفرم الفول كله تاني. جبت بقى المفرمة او هاند بلندر، خلاط اللي عندكم. هنجيب بقى كمية الفول كلها كده واحدة واحدة، وما خدتش معايا كمية، ومعايا علب كبيرة. وتعالوا شوفوا كمية الفول قطعت معايا قد ايه. مهم جدا مهم جدا، عايزين تعملوا الفول من غير ما يسود، تحطوا عليه معلقتين زيت، معلقتين زيت كبار، وليمونه يقسموها نصين وحطوها بقشرها. شايفين الحله عامله ازاي؟ بجد يعني مفيش بصراحه سهوله احسن من كده. لان انا سبت الفول استوى براحته في الميه الزياده والخليط لوحده، وشفنا الخليط اتشرب الميه ازاي، وشفنا الفول الميه بتاعته راقده ازاي. انا عارفه ان انا صدعتكم، بس الفيديو مهم جدا. اعملوا الفول وخلوه معاكم وامشوا بالتفاصيل دي هتعجبكم. مش عايزين نعمل الدوشه دي كلها ونحط فول بس، مش مشكله، بس المهم الزيت، الليمون، الكركم اختياري، هو برضو بيفتح اللون وبيضيف في الطعم كمان. يعني الكركم معانا اختياري. اوقات كتيره بعمله من غير كركم عادي، بس لما بيكون مع جنبية الكركم بحطه، مش مشكله. الفول لونه فاتح بعد ما ضربته في الخلاط، وقبل ما اضربه في الخلاط شفتوه معايا مستوي زي الزبده، مش متشرب الميه. هنحبش بقى كده طبق كويس كده ومحترم وهنتسحر بيه. مهم جدا زي ما قلت لكم يكون عندنا الفول. قطعوا بجد معايا كميه فول كويسه، قطعوا معايا كميه كويسه، وطعمه والله حكايه. طب انا عايزه اقول لكم انا ما حطيتش عليه طحينه. يعني انا استحاله اكل الفول اللي هو من بره من غير طحينه. انا ده ما حطيتش عليه طحينه. وطعمه حلو بجد وشكله حلو كمان. اللي حطيت الليمون بقى، زيت الزيتون، الخلطه الجميله بتاعتنا دي بتاع الفول. وهنعمل طرق للفول كمان حلوه جدا. عايزاكم بس كده يا حلوين تخشوا كده واشتركوا في القناه، ودوسوا لايك وشير، وقولوا لي بقى كده في التعليقات عجبكم الفول ولا لا. انا عايزه اعرف رايكم، الفول عجبكم ولا لا؟ ولو في اي تعديلات اكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لكم ان الفول كيست الاكياس بقى في الاخر قطع معايا 16، غير الطبق 16 كيس، والكيس كمان انا ملياه. يعني قطع معايا 16 كيس. يعني ما شاء الله والله حلو جدا وكمية كويسة. والف هنا والف شفا.